السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عملنا بقى مع بعض البيتزا دي، وعملنا الميني بيتزا الصغيره دي للاطفال اهي. عملناها بطريقه سهله خالص. بصوا عملنا كميه قد ايه ما شاء الله. الحشوات اللي الاطفال بيحبوها. عملنا الاتنين الكبار دول. بصوا واحده كمان اهي. بصوا عامله ازاي ما شاء الله. بصوا الميني بيتزا الصغيره. بصوا قلبها. بصوا عملنا كل الكميه دي من اقل من كيلو دقيق اهو، معموله في البيت والطريقه سهله. يلا بينا بقى نشوف مع بعض عملناها ازاي. ويا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تشتركي معايا وتعملي لي قلب كده او تدعميني بكلمه حلوه. تعالوا بقى النهارده هنعمل بيتزايتين كده للولاد طالبين بيتزا. هحتاج عندي كوبايه كده من الزبادي، او لو عندك لبن حطي. انا حطيت كوبايه من الزبادي، وهكمل هنا عندي بميه دافيه، وعندي هنا نص معلقه كده من الملح، ومعلقه كبيره قوي كده من السكر اهي، وعندي هنا 3 معالق من الزيت، عليهم معلقه من الزبده اهي دايبه فيها اهي. عندي معلقه زعتر برضو، هحط معلقه زعتر الموجود عندك. يبقى كل اللي هحتاجه هنا الدقيق والسكر والملح، وادي الميه الفتره، وادي علبه من الزبادي، وادي هنا الزيت على معلقه كده من الزبده مسيحاها هي. هعجن بقى البيتزا والحشوات بقى الموجود عندي. انا هحشي بلانشون، عندي شويه من الجبن، عندي زيتون، عندي هنا بواقي كده كانت في الفريزر اهي مجمده، لانشون على حتتين سلامي. الموجود عندك فراخ سجق اي حاجه موجوده عندك في الحشوات ساده بالجبن، مع بقى فلفل وخضار. وهنعجن العجينه وارجع لكم تاني كده بعد ما خلصت بقى العجينه اهي. بصوا ازاي اهي. رش بس على رشه زيت كده اهو. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت لها كيس من الخميره الفوريه. الكاميرا فصلت معلش. سيبها بقى ترتاح واعمل لها الصلصه بتاعتها ونرجع لكم تاني.